بمجرد ما عقرب الساعات يلمس رقم 12 بالليل يوم 31 ديسمبر، ايه يا جماعه احنا كبرنا الموضوع ده النهارده 31. احنا بقى دلوقتي في اللحظه الكونيه العظيمه، ودي اللحظه اللي اغلب البشر فيها بيقرروا ان هم عايزين يبقوا ايلون ماسك، مع ان الحقيقه العلميه والمنطقيه بتقول اننا هننام وهنصحى عادي جدا، لا جسمنا هيتغير ولا رصيدنا في البنك هيزيد ولا المشاكل هتتحل بالليزر، هو مجرد رقم في نتيجه اتغير من 31 ل1. طب احنا ليه بقى بنعمل في نفسنا كده وبنحس بالذنب لو ما خلصناش انجازات السنه اللي فاتت؟ في مصطلح في علم النفس اسمه فريش ستارت افكت او تاثير البدايه الجديده. عقلنا بيحب الفواصل الزمنيه، احنا نفسنا بنقسم حياتنا لفصول زي الروايات بالظبط، زي السنه الجديده او عيد ميلادك او اول يوم في الشهر، وكل ده يعتبر temporal landmarks او العلامات الزمنيه. العلامات دي كلها بتعمل جوانا حاجه اسمها الفصل النفسي، فعقلك بيقول لك ان كل العك والكسل اللي فات ده كان بتاعنا القديم، لكن من بكره في انا الجديد اللي ملوش علاقه بالفشل اللي فات ده، انا من بكره بهجت تاني خالص. ودي بقى خدعه دفاعيه عشان ندي لنفسنا امل ونقفل صفحه الندم. زود على ده كله بقى الضغط الجماعي، انت لوحدك ممكن تكون مقتنع ان الموضوع عادي، لكن تخيل بقى لما تفتح كده السوشيال ميديا وتلاقي الناس كاتبه my 2026 هايلايتس. احنا ككائنات اجتماعيه بنخاف من الفومو او فكره ان كل بيتحسن واحنا واقفين مكاننا، فنضطر نسير الموجه نحط اهداف خزعبليه اللي في الاغلب بننساها بعد اول اسبوع في السنه الجديده. ولكن المشكله مش في الاهداف، المشكله ان احنا بنتعامل مع السنه الجديده كانها العصا السحريه. يلا بقى بكره بقى انا هبقى محمد صلاح وانا اصلا ما بعرفش العب كوره، وبنحمل يوم 1 يناير طاقه اكبر بكتير من قدرته. السنه هي مجرد اطار زمني بنقيس فيه اللي احنا عملناه، مش اللي هي بتعمله بالنيابه عننا. صديقي المشاهد، لو صحيت يوم 1 يناير ولقيت نفسك لسه